واش عمرك سولتي راسك علاش داك الشخص اللي كنت كتعرفو قبل الزواج تبدل 180 درجه من بعد ما تسد عليكم باب واحد؟ علاش ديك الرومانسيه والهدايا والكلام الزوين والاهتمام بالتفاصيل كيتقلبوا لسكات وروتين النقاشات على الحوايج البسيطه؟ واش بصح بنادم كيبدل قبل الزواج باش يصيد الطرف الاخر، ولا كاين شي تفسير اخر مخبي وراء هذا التحول اللي كيوقع في بزاف ديال البيوت المغربيه؟ الحقيقه هي اننا كاملين فاش كنكونوا في فتره الخطوبه او التعارف كنخرجوا بديك النسخه الزوينه اللي فينا، كيكون الهدف هو نكسبوا القلب ديال الطرف الاخر، فكنكونوا كنهتموا براسنا وبكلامنا وبالحركات ديالنا، بحال فاش كتمشي لشي مقابله ديال العمل كتحاول تبين احسن ما عندك باش تقبل في ديك الخدمه، ولكن فاش كتاخذ الخدمه وكتولي رسمي كترجع ديك الطبيعه ديالك العاديه. الزواج هو ديك اللحظه اللي كينزل فيها القناع وكيبان الوجه الحقيقي، ماشي حيت داك الوجه خايب، ولكن حيت بنادم كيرتاح وكيدخل ديك المنطقه ديال الامان، فاش كتولي عارف ان الطرف الاخر ديالك ومضمون كينقص لا اراديا داك المجهود اللي كنت كدير باش تجذبوا ليك قبل الزواج. وزيد على واحد الحاجه مهمه بزاف واللي هي المسؤوليه. قبل الزواج كانت اللقاءات عباره عن قهوه ولا خرجه خفيفه ولا كلام في التليفون، يعني في ديك الفتره ديال الخطوبه ما كاينش اللي كيسول على الورقه ديال الضو شكون اللي يخلصها ولا شكون اللي غادي تقدر خضره ولا كيفاش غادي نخلص الكريدي. هاد الضغوطات ديال الحياه اليوميه كتاكل من الطاقه العاطفيه ديالنا. الرجل كيبدا يحس بالثقل ديال المسؤوليه الماديه وكيولي غارق في التفكير كيفاش يضمن الاستقرار، والمراه بطبيعه الحال حتى هي كتولي هازه الهم ديال الدار والطياب والوليدات وبزاف ديال الحوايج اخرين. هذا الروتين هذا هو العدو اللدود ديال الحب، هو اللي كيبين لنا ان الطرف الاخر تبدل، ولكن هو في الحقيقه غير قلبو الزمان كما كنقولوا ولا قلبو الواقع الجديد. وما ننساوش حتى الجانب العلمي والنفسي. في البدايه ديال اي علاقه الدماغ كيكون عامر بهرمونات السعاده بحال الدوبامين اللي كيخلينا نشوفوا كل شيء وردي وكنتغاضوا على العيوب. مور عام ولا عامين ديال الزواج هذا الهرمون هذا كينقص المفعول ديالو وكيرجع الدماغ للحاله ديالو الطبيعيه. تما فين كنبداو نشوفوا العيوب اللي كانت هي اصلا ولكن حنا كنا مغمضين عليها عينينا حيت كنا في سكرات الحب. كاين عاوتاني مشكل التوقعات العاليه. بزاف منا كيدخل الزواج وهو راسم واحد الصوره مثاليه واخده من المسلسلات ومن الافلام، فاش كيتصدم بالواقع اليومي كيجي الاحباط وكيقول شريك الحياه ديالي تبدل عليا. ولكن واش هذا التغيير ديما خايب؟ ماشي بالضروره، التغيير هو سنه الحياه، والزواج هو رحله ديال الانتقال من الحب للموده والرحمه. المشكل ماشي هو اننا نتبدلوا، المشكل هو واش نقدروا نتاقلموا مع التغيير ونبنيو علاقه اعمق مبنيه على العشره والمعقول والتقدير. خصنا نفهموا بلي الزواج ماشي هو نهايه القصه، الزواج هو بدايه ديال قصه جديده محتاجه خدمه كل نهار، محتاجه صبر ومحتاجه توفيق، واننا نحاولوا نرجعوا داك النور اللي كان في البدايه مره هو اللي كيخلي الزواج يستمر بلا ما نحسوا بلي فقدنا داك الشخص اللي بغيناه من الاول. في الختام راه حنا اللي كنتغيروا مع الظروف، المهم هو نكبروا مع بعضياتنا وماشي نكبروا على بعضياتنا. السلام عليكم والله يعطيكم الاستقرار والهنا. تهلاو.